الفنانة المغربية نجاة عتابو تعتذر لجمهورها وتلغي حفلها بسبب وعكة صحية. إليكم التفاصيل. فقد أعلنت الفنانة المغربية نجاة عتابو عن إلغاء الحفل الفني الذي كان من المرتقب أن تحييه غدا بمدينة فيرونا، وذلك بسبب إصابتها بإنفلونزا قد تكون معدية، ما اضطرها لاتخاذ هذا القرار حفاظا على صحة الجمهور والطاقم التقني. وأوضحت عتابو في رسالة وجهتها إلى جمهورها أن الصعود إلى خشبة المسرح في مثل هذه الظروف يتعارض مع مبادئها الفنية والإنسانية، مؤكدة أن الموسيقى فضاء للمشاركة والمسؤولية، ويجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الفنان وجمهوره. وأعربت الفنانة المغربية عن أسفها لخيبة الأمل التي قد يسببها هذا القرار، خاصة وأنه جاء عشية موعد الحفل، مشددة على المكانة الخاصة التي تحتلها مدينة فيرونا في قلبها، ومؤكدة أن قرار الإلغاء اتخذ بكل جدية. كما قدمت نجاة عتابو اعتذارها الصادق، ووعدت بالعودة إلى فيرونا في أقرب فرصة لإحياء حفل في ظروف أفضل، موجهة شكرا خاصا للمنظم دار ضمانة على تفهمه ودعمه، ومتمنية سهرة فنية موفقة للفنانين المشاركين في برنامج الغد. وكتبت نجاة عتابو عبر ستوري على حسابها على الإنستغرام: جمهوري الغالي بقلب ثقيل، كنخبركم أنني اليوم مضطرة نلغي الحفل ديالي اللي كان مبرمج غدا بمدينة فيرونا. دابا أنا مصابة بواحد الإنفلونزا اللي ممكن تكون معدية. نحيي حفل على خشبة المسرح في هاد الظروف كيتعارض مع المبادئ ديالي ومع الاحترام اللي كنكنو للجمهور ديالي وللفرق التقنية ولكل الناس اللي حاضرين. الموسيقى فضاء ديال المشاركة، وهاد المشاركة خاصها ديما تكون مبنية على المسؤولية واحترام الآخر. كنعرف باللي هاد الخبر يقدر يخلف خيبة أمل، خصوصا وهو جاء عشية الحفل. فيرونا عندها مكانة خاصة عندي، وهذا القرار رغم الصعوبة ديالو خديناه بكل جدية واحترام للعلاقة اللي كتجمعني بكم. كنقدم لكم الاعتذار ديالي بكل صدق، وغادي ندير جهدي كامل باش نرجع لفيرونا في القريب العاجل ونتقاسموا هذه اللحظة في ظروف أحسن إن شاء الله. كنبغي نشكر بشكل خاص المنظم دار ضمانة على الدعوة وبالخصوص على التفهم ديالهم، وكنتمنى لكم سهرة زوينة وممتعة مع أصدقائي الفنانين اللي مبرمجين غدا. شكرا لكم على التفهم ديالكم وعلى حسن النية ديالكم. كنبغيكم كاملين. أختكم نجاة عتابو.